ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة الفطير المشلتت بطريقة سهلة وبسيطة. لو عملتيه وما نجحش معاكي او ما عملتوش قبل كده اوعدك ان انتي هتخرجي فطير مشلتت تحفة من اول مرة ومش هتشتريه من بره تاني. انا هنا هستخدم كيلو من دقيق الضحى، تقدري تعملي نص المقدار او ضعفه. هحط على كيلو دي معلقة صغيرة من الملح و3 معالق كبار من السكر. هقلب الملح والسكر مع الدقيق وبعد كده هبتدي اجيب 3 كوبايات من المية الدافية. هحط 2.5 كوبايات وهشوف هحتاج النص كوباية دي ولا لأ. فانا في الاول بعجن بالشكل ده ب2.5 كوبايات من المية. اذا حسيت ان العجينة بتاعتي ناشفة والدقيق لسه محتاج مية هحط نص كوباية اللي فاضلة. تمام، يبقى كيلو دي بياخد من 2.5 كوبايات ل3 كوبايات من المية، ما زودش عن كده، مش عايزاها طرية ومش عايزاها تكون ناشفة جامد. هعجنها لو على ايديا من 10 ل 12 دقيقة، لو في العجين بتاخد حوالي 7 دقايق لحد لما تبقى العجينة معانا بالشكل اللي احنا شايفينه. بدهن ايدي بدهنة خفيفة كده من الزيت وببتدي اقطع العجينة بتاعتي. فانا هقطعها في الصينية دي، فبدهنها دهنة كده تكون سخية من الزيت، علشان انا بدهن ايديا منها وبدهن كمان وش الكور اللي هنعملها بعد شوية. والطبق ده هحط فيه العجين برضو دهنته بدهنة من الزيت. حطيت العجينة وابتديت اقطع على طول، مش محتاجة ان انا اريح العجينة وبعد كده اقطعها، لا احنا بنخلص عجن بنقطع على طول. هنريح بعد كده، هنشوف في الخطوات اللي بعد كده. ببتدي ادهن ايديا كويس بالزيت. بصوا باخد من الصينية وبدهن، يعني دهنة خفيفة جدا جدا من الزيت علشان ايديا ما تلزقش في العجينة، وكمان علشان الكور تبقى مدهونة دهنة خفيفة من بره زي ما احنا شايفين كده. انا باخد الحتة بتاعت العجينة او القطعة قد الليمونة المتوسطة. ممكن تعمليها اكبر بس هيبقى السمك بتاع الطبقات بتاعت الفطير اتخن او اسمك، لكن انا بحبها بتبقى زي الجاهزة بالظبط زي ما انتوا هتشوفوا كده في نهاية الفيديو. فعلشان كده باخد حجم العجينة او الكورة قد الليمونة المتوسطة. الكيلو انا هعمل منه 3 فطيرات، تقدري تعملي منه 2 فطيرة، تقدري تعملي فطيرة واحدة، تقدري تعملي 4 فطاير زي ما انت عايزة. بس انا هعمل منه 3 فطيرات، فعملت حوالي 45 كورة من العجينة. زي ما قلتلك ممكن ال3 فطيرات تعمليهم 30 كورة بس مفيش اي مشكلة، لكن انا بحبها رقيقة وتبقى زي الجاهزة بالظبط. فانا هعمل العجينة بتاعتي كلها بالشكل ده، وعلشان انا هعمل 3 فطيرات فانا هعمل 3 كور كبار شوية عن الحجم اللي انتوا شايفينه ده. لو هتعملي 4 فطيرات هتعملي 4 كور كبيرة شوية، لو هتعملي فطيرتين يبقى هتعملي بس كورتين كبار شوية، وباقي العجين متقطع زي ما انتوا شايفين كده. هقطع كل العجينة بتاعتي بالشكل ده، وبعد كده هبتدي اجهز كيس او اي حاجة اغطي بيها العجينة واسيبها بقى ترتاح. بعد ما قطعناه هنسيبه نص ساعة يرتاح. انا كده قطعت الكمية بتاعتي كلها، وادي 3 فطاير كبار او 3 كور كبار شوية. هغطي كل الكمية دي واسيبها لحد ما ترتاح، واتأكد ان كل الكور مدهونة دهنة خفيفة كده من الزيت، وهي من ايديا بتبقى مدهونة، يعني انا ما دهنتش زيت فوق وشها ولا اي حاجة، ده هي بس من دهنة ايديا. هسيبها ترتاح، وفي الوقت ده هجهز السمنة اللي هدهن بيها او هورق بيها الفطير. انا استخدمت زبدة على سمنة، لو انتي حابة تعملي بالزبدة بس او بالسمنة بس، او تخلطي زبدة على زيت براحتك خالص زي ما انتي حابة. انا هنا حطيت زبدة وخدت معلقتين سمنة من سمنة العجايبي، دي رهيبة جدا من منتجات الأديور. أخدت معلقتين كده سمنة جاموسي، أخدت منها معلقتين على الزبدة الصفراء. هسيحهم بس مع بعض علشان يعني مجرد بس ان هم يسيحوا مع بعض مش يسخنوا، مجرد ان هم يسيحوا مع بعض. الفطير بتاعي خلاص ارتاح، العجينة ارتاحت. حطيت دهنة خفيفة من الزيت على رخامة ودهنة على صينية. هبتدي اخد اول كورة من الفطير، بصوا، وببتدي افرد
الراق او الطبقة بتاعة الفطيرة بالشكل ده، بضغط وبزق لبره. بصوا دي افضل طريقة ممكن تعملوا فيها فطير، واسهل طريقة واكتر طريقة مضمونة. في طرق كتيرة جدا جدا ممكن اعملها معاكم بعد كده، بس بأمانة انا جبتلكوا من الاخر يعني افضل طريقة وجميلة جدا وزي الجاهزة بالظبط بالظبط. بصوا بفردها بالشكل ده. انا في الاول يعني الرخامة بدهنها بالزيت، بعد كده هبتدي ادهن، يبقى هدهن بالسمنة مش هدهن بالزيت تاني، الزيت للرخامة فقط لا غير. بجهز بس الصينية اللي احنا هنحط فيها الفطير بالشكل ده. هدهن الصواني كلها بطبقة زبدة او سمنة، وابتدي بقى اشتغل معاكم. بصوا انا عدت الجزئيه دي تاني. هنجيب كوره ونحطها على الرخامه المدهونه زيت، وبعد كده نبتدي نحط الزبده على الوش او السمنه ونفردها بالشكل ده. لو اتقطعت منك مفيش مشكله، نحاول بس ما يبقاش في جزء سميك فيها يعني حتى الاطراف نفردها كويس جدا. وبندي دهنه كده من السمنه او الزبده على الوش، والصينيه احنا دهنينها. بصوا بنقل الفطيره ازاي، باخدها كده على ايديا واحطها على الصينيه وافردها. ما تخافوش خالص، اتعاملوا معاها عادي وبدون خوف. لو انت ما حطيتيش ايدك في الفطير قبل كده او ما اشتغلتيش في عجينه رقيقه بالشكل ده. بصوا باخد الكوره وبحط سمنه وافرد. طبعا الرخامه مدهونه بالزيت، ممكن كل 10-12 فطيرة احتاج ان انا ادهن الرخامة دهنة من الزيت، وممكن محتاجش لانه الزبدة اللي انا بدهن بيها برضو بتنقط على الرخامة، فممكن ما نحتاجش. تمام. المهم ان احنا ندهن وش الفطيرة بالسمنة والزبدة بالشكل ده، ونحط الرقات فوق بعضها او الطبقات فوق بعضها بالشكل ده. طب لو واحدة كبيرة شوية او كبيرة شوية يعني اكبر يعني من اللي تحتها، هقول لكم هنتعامل معاها ازاي. بصوا بجيب الكورة وافردها بالشكل ده واحط سمنة وافرد. طب ليه مش بندهن الرخامة بالسمنة؟ لانه في الشتاء السمنة او الزبدة بتجمد لو الرخامة بتاعتنا تكون ساقعة، وعادة بتكون ساقعة في الشتاء، فبنلاقيها جمدت ما بتساعدنيش في فرد الفطير. لكن الزيت بيساعدني في فرد الفطير، عشان كده احنا بنحطه او بندهنه على الرخامة. بصوا بقى لو الفطيرة كبيرة شوية بنتنيها، بنطبقها، مش بنكلكع ولا اي حاجة خالص. انا عايزة طبقات الفطير من جوه تبقى كأنها جاهزة، ما بقاش فيها اي كلكعة، فاحنا بنتنيها. دي بتبقى طبقة تانية، فما يهمكمش لو واحدة كبيرة شوية عن التانية. وبنكمل باقي الطبقات. ممكن تعملي بقى الفطيرة 15 طبقة، ممكن تعمليها 10 طبقات، ممكن تعمليها 12 طبقة، ممكن تعمليها اكتر من 15، مفيش اي مشكلة، عادي براحتك. انا هعمل 3 فطيرات، مقاس الصينية 30. تمام. لكن حجم الفطيرة والارتفاع بتاعها انت اللي بتحدديه من الطبقات ومن حجم الصينية اللي انت عايزاه. بس ما ترقيقهاش قوي، يعني ما تخليهاش رفيعة وكبيرة قوي فتبقى ناشفة منك، خليها تبقى متوسطة السمك. بصوا بنقل الفطيرة ازاي، ودي مهمة جدا جدا علشان تبقى سهلة معانا. وما ننساش الاطراف علشان ما تبقاش محجرة او يعني تبقى ناشفة جوه الفطيرة. الاطراف افردها برضو كويس جدا معايا بالشكل ده. احنا لسه هنتنيها تاني، هنشوف مع بعض. اتأكد بس ان الرخامة كده مدهونة بالزيت، وبعد كده ابتدي احط السمنة والزبدة من فوق. طبعا ينفع تعمليها بالزيت بس بتطلع ناشفة شوية، هنعملها مع بعض ان شاء الله بعد كده بس في الصيام. كده خلاص. بصوا انا بحاول اعمل كل الطبقات زي ما انتم شايفين. عايزة اخلص معاكم واحدة وبعد كده هكمل باقي الكمية، بس انا قصدت ان انا اعملها معاكم من الاول للاخر، معلش، بس علشان نشوف كل الخطوات. الصينية اللي احنا بنحط عليها الفطير مدهونة بالزيت عشان ما تلزقش مني. بصوا بنقل الفطيرة ازاي، وبدهن بين كل طبقة والتانية سمنة او زبدة. كيلو دقيق بياخد مني ربع كيلو او 250 ملي من السمنة او الزبدة. 250 ملي دول يعني المج، مش المج،
الكوباية اللي هي بتاعة المية الشوب الكبير، او المج الازاز اللي هو بتاع الشاي 1.25 كوباية. تمام. فكيلو الدقيق تمام هياخد معايا 1/4 كيلو من السمنة او الزبدة او الزيت او حاجة هنخلطها بين اتنين. تمام. بصوا بحاول اساوي الفطير فوق بعضه بالشكل اللي احنا شايفينه، وبدهن الطبقات كويس قوي. فاكرين ال3 كور الكبار اللي انا قلت لكم عليهم دول هنحتاجهم عشان نلم بقى فيهم الفطير ده كله. صدقوني ما بتاخدش اي وقت خالص، بس انا ممشيها معاكم بدون يعني ما اقطع خطوة او حاجة علشان تبقوا فاهمين الخطوات بالظبط. لكن هو ده الوقت الفعلي يا دوبك، بس انا يعني مسرعة حاجة بسيطة علشان تشوفوا الخطوات معايا. فمش بتاخد اي وقت خالص، بس ممتعة جدا جدا. الشغل فيه ممتع جدا. بصوا لو في حجم كبير شوية ببتدي اتنيه. اخر حاجة بقى اللي هو الفطيرة الكبيرة. انا اتلخبطت في العدد فعملت كده بالنظر يعني. الفطيرة الكبيرة بقى او الكرة الكبيرة اللي انا هجمع فيها الفطير كله. بصوا ببتدي افردها عادي بنفس طريقة الفرد. بصوا واقدر افرد العجينة بس مش بضوافري، بصوابعي كده اشيل لو في حتة سميكة واطلعها لبره. انا بضغط وازق لبره، بضغط وازق لبره. والعجينة علشان مرتاحة ونوع الدقيق كويس فهو بيتفرد معايا بسهولة. بصوا بقى باخد العجينة كده بالراحة. بصوا وبعد كده ببتدي ادي دهنة من السمنة واقفل بالفطيرة الكبيرة على الفطاير اللي فوق بعضها بالشكل ده. بصوا مفيش اسهل من كده. وانا تقريبا دي السرعة العادية او مسرعة حاجة بسيطة جدا، فما تقلقوش خالص. هجيب الصينية اللي مدهونة اللي هنحط فيها الفطيرة ونسوي فيها، وابتدي اتني الاطراف واجمعها كده مع بعض. بصوا بعد كده ببتدي انقلها بايديا، بحاول اديها شكل دائري وادخل الحروف بالشكل ده واديها سمنة من فوق بالشكل ده، وابتدي بعد كده اغطيها. ضروري ادهنها من فوق سمنة علشان ما تنشفش او تعمل قشرة، واغطيها واسيبها بقى ترتاح نص ساعة ساعة. انا هعمل الفطاير بتاعتي كلها بالشكل ده. دي صواني ستانلس عادي خالص بعمل فيها ومش بيلزق ولا اي حاجة خالص. وبعد كده بعد حوالي نص ساعة ابتديت اشيل الغطا من على الفطير وافرده بالشكل ده بدون ما ادهن اي حاجة تاني. بصوا عشان الفطير مرتاح بيتفرد معايا بمنتهى السهولة، وشغل ممتع بجد. جربوا حتى لو نص كيلو من الدقيق واكتبوا لي بقى ايه رأيكم. واللي معايا على الفيس يبعتلي التطبيقات هنبسط بيها جدا جدا. بصوا بفرد العجينة بتاعتي. الفيس بتاعي برضو باسم مطبخ سينيوريتا. انا ماليش غير القناة الوحيدة اللي على اليوتيوب اللي انتوا بتشاهدوها دلوقتي. الفيس مجرد بس ان انا بحط اللينك وبتواصل مع المتابعين بتوعي. هنا بصوا فردت الفطير بتاعي، هغطيه بقى وهسيبه يرتاح كمان حوالي ربع ساعة. الخطوة دي انا مش محتاجة ان انا اسيبه يرتاح كتير قبل ما ادخله الفرن. هدخله الفرن يكون سخن جدا جدا ومظبوط على اعلى درجة حرارة، ويكون الرف اللي هسوي عليه فوق على طول الصاجة، يعني اول رف من تحت. تمام. هدخل الفطير بتاعي اول دقيقتين هشغل الشواية لو متاح عندي الشواية والفرن، وبعد كده هطفي الشواية واسيبه بقى يستوي قبل ما ياخد لون او اي حاجة. يبقى انا اول حاجة الفرن بتاعي يكون سخن، هشغل الشواية دقيقتين وبعد كده اكمل تسوية، اطفي الشواية واكمل تسوية من تحت. بيطلع معايا منفوخ وجميل جدا جدا. تاني يا جماعة انا هسخن الفرن كويس جدا جدا، وبعد كده اول دقيقتين هشغل الشواية وبعدين اطفيها واسيب الفطير يكمل تسوية عادي خالص من تحت. بياخد حوالي ربع ساعة في الفرن وبيكون ده شكله. طيب لو انا الفرن والشواية مش بيشتغلوا مع بعض يبقى انا هشغل اول حاجة الفرن اسخنها كويس جدا، بعد كده ادخل الفطير اشغل الشواية بس دقيقتين وبعد كده اطفي الشواية واشغل الفرن. يعني انا عايزة اول دقيقتين اشغل الشواية بس الفرن يكون سخن. لو الاتنين بيشتغلوا مع بعض يبقى حلو جدا، مش بيشتغلوا مع بعض يبقى سخن الفرن بتاعتي كويس، وبعد كده ادخل الفطير اشغل الشواية دقيقتين
او 3 وبعد كده اطفي واشغل الفرن يكمل تسويته لحد لما ياخد اللون الذهبي من تحت. بصوا بقى الطبقات من جوه كأنها بس سخنة جدا جدا، بس الولاد كانوا عايزين ياكلوا فمش مستنيين لما يبرد. بصوا الطراوة بتاعة الفطير، وبصوا قد ايه رقيق. هستنى يبرد شوية كده واقطع حتة تاني، بس برضو لسه سخن يعني. بصوا بقى الطبقات ورفعها خطير جدا جدا، وهتنبسطوا منه جدا جدا زي ما قلت لكم، حتى لو انتم ما عملتوش قبل كده. اتمنى تجربوه، ولو في اي حاجة مش واضحة اكتبولي وانا هرد عليكم، واشوفكم فيديو جديد يا احلى متابعين. باي باي.